السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعيني الكرام. في هذا الفيديو سنتعرف على آخر تطورات إصابة لاعبي النادي الأهلي السعودي ومدة غيابهم عن الملاعب. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا وليس أمرا، الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب علي الأسمري عن تعرضه لالتهاب بالركبة اليمنى، ويحتاج اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر نحو شهر قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول. وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الظهير الأيسر للنادي الأهلي السعودي منصور الشمري عن تعرضه لتمزق في عضلة الساق الخلفية، ويحتاج اللاعب لبرنامج تأهيلي يستمر نحو 10 أيام. ويعاني اللاعب نايف كريري من شد بالعضلة الخلفية من الدرجة الأولى، ودخل اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا يمتد إلى أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.